مديرك، انا هفهمك ازاي تتعامل معاه عشان تبقى احسن واحد في شغلك. وده هيحصل لما تبقى فاهم مديرك كويس. لو مديرك كسول فانت هيحصل لك خمول، ضعف في الذاكرة، مش هتركز، هيحصل لك تساقط في الشعر، بشرة جافة واكتئاب، وكمان زيادة في الوزن. اما بقى لو مديرك نشيط ومفتري عليك فانت مش هيجيلك نوم وهتخس، وهيحصل لك قلق وتوتر، وايدك هتترعش وهتعرق كتير وهتبقى عصبي وعينيك هتبقى جحظة. عرفت بقى مين مدير جسمك؟ وهو الغدة الدرقية. طب ازاي تعرف طبيعة مدير جسمك؟ عن طريق تحليل التي اس اتش ومعاه الفري تي 3 والفري تي 4 وكمان فيتامين د وكمان الفيريتين، لان النقص فيه برضو بيعمل اعراض خمول، وصورة دم كاملة عشان نبص على الالتهابات والانيميا. طب لو لقيت بقى ان الغدة خاملة، تركز على السيلينيوم، الزنك، اليود والخضار والفاكهة، وتبعد عن الصويا والكرنب الني والاكل المقلي والسكريات. اما لو لقيت الغدة نشطة، ابعد عن الكافيين والدايت القاسي والضغط النفسي ده لو عرفت. ولازم تتابع بالتحاليل كل 3 شهور، وتاخد الدواء في ميعاده على معدة فاضية، وتبعده عن الأكل على الأقل بساعة. ولو أول مرة تشوفني فأنا دكتورة داليا يوسف، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. اكتب لي في الكومنتات، هل المدير بتاعك كسلان ولا أوفر؟ واكتشفت إزاي؟